النهارده تم التحقيق مع علاء وبهاء، والشباب قرروا اللي هم يمتنعوا عن ادلاء اي اقوالهم، لان المحكمه العسكريه لا تعتبر في تلك الواقعه بالذات قسم وحكم في نفس الوقت، ودوت بيخرجهم عن حياديتهم. ده كان كلامهم جوه التحقيقات، ورفضوا اطلاقا جمله وتفصيلا ان يقدموا كمتهمين امام المحاكم العسكريه، وصمموا على رايهم اللي هم لابد هم مدنيين يحاكموا امام القضاء المدني. ودي كانت الصفقه الاولى، ان مدنيين يخشوا يمتنعوا عن التحقيق امام القضاء العسكري، لانه غيز الثقه في تلك الواقعه، لانه لا يجوز ان يكون النيابه العسكريه جزء من القوات المسلحه من وجهه نظرهم، فبالتالي لا يجوز ان يقدموا امام جزء من القوات المسلحه التي تعتبر قسم في تلك الواقعه. كما وجهوا اتهامات للمجلس العسكري والاعلام بالتحريض على قتل المتظاهرين امام مسجد.